رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا صباح البرد والسعة والتكتكة وصباح الشتاء وصباح الخير يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه يوميات محمود وسيلي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. بصوا بقى، انا النهارده ايه محتاره كده، مش عارفه اعمل اكل ايه. عندي شويه بطاطس هرساهم كده من امبارح ومكلفاها والله، يعني مظبطاها. بصوا حاطه عليها بيض، شايفين؟ قال لي عليها كده بيضتين، وانتوا عارفين البيض دلوقتي بقى بكام، وجزر مبشور يعني، ومظبطاها والله ومكلفاها. بس يلا، محمود ما رضيش ياكلها، قال لي مش بحبها. بعد 7 سنين اول مره اعرف ان محمود ما بيحبش البطاطس المهروسه. يلا ما علينا. طبعا استحرمت ان انا ارميها، طبعا حرام الحاجه بكام دلوقتي، واحنا داخلين على حاله تقشف كده، مصر كلها داخله على حاله من التقشف. فقلت استحرمت ان انا ارميها. نعم، فانا استحرمت بقى ان ارميها. فكرت بقى، قعدت افكر واخطط كده بالليل، وقلت انا هعمل فيها ايه، لحد ما فكرت وقلت هعمل لها طريقه حلوه اداري بيها كده ايه البطاطس وما ياخدوش بالهم منها. يلا تعالوا بقى اوريكم الطريقه. بصوا بقى يا حبايبي، للامانه انا كنت هوقف الفيديو بصراحه، بس لان حصلت معايا دلوقتي مشكله غريبه. طلعت لفه الجلاش من الفريزر، بصوا لقيتها مهريه كلها ومقطعه، شايفين؟ طبعا كان بقالها فتره طويله في الفريزر، فبصوا اتهرت جدا واتقطعت ومش هينفع تتفرد في الصينيه. بصوا، فطبعا استحرمت برضو ان انا ارميها، فحرام. فانا بقى برضو عشان احل المشكله هعمل ايه، هرجع تاني كده. بصوا اهو زي ما هي كده، زي ما كانت سليمه مقفوله، وهعمل فيها حركه حلوه. اجيب بقى السكينه بتاعتي، استنى نوطي لكم الكاميرا شويه. بصوا اقطعها شرايح كده. السكينه هتبقى صعبه بالمقص اهي. يعني انا ما حبيتش ان انا افصل الفيديو بصراحه، يعني قلت طب وعلى ايه، ما انا لازم اصور برضو، لو حد وقع برضو في المشكله دي زي حالاتي يلاقي لها حل ويشوف يعرف يتصرف فيها ازاي. نصلي على سيدنا النبي كده. بصوا اهي، عادي مش هنقف على حاجه تقيله شويه، حاجه بقت غاليه والواحد اصلا يعني الحاجه النهارده بقت بكام، يعني عشان الواحد يعمل حبه بطاطس مهروسين زي دول شوفوا برضو بيكلفوا كام. كل حاجه دلوقتي بقت بتكلف. بصوا بقى يا حبايبي، خلاص كده خلصتها اهي زي ما انتم شايفين. بصوا بقت عامله ازاي. تمام. طب حاضر يا دول، ثواني بس يا حموزه، واجيب بقى الطاجن بتاعنا كده. حاضر ثواني بس، اقول كده بس، ادي بس الاول كده الصينيه من تحت دهنه، سيحت السمنه بتاعتي ده، يعني احنا صارفين ومكلفين. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان بس الايه اللفه بتاعتنا ما تلزقش في الارضيه لما نيجي ايه نطلعها. دي ايه دي هي ايه دي طاجن دي ازازه ولا؟ طب ثواني بس يا حموزه، بصوا اعملها بقى كده ازاي. ممكن اوصل. حاضر يا حمزه، خليك تعمل بس ثانيه واحده ماشي. هتعمل ايه؟ خليك تعمل معايا. انت عايز تعمل معايا؟ حاضر حاضر. حمزه يلا مصمم كل حاجه يتحشر فيها ويعمل معايا فيها. حاضر يا حمزه ثواني. حاضر كده اهو زي ما انتم شايفين بقى كده. بصوا طبعا غسله ايديا اكيد. ثواني يا حمزه، واضغط كده جامد، اضغط كده زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر ايه يبقى كلها سوا واحد. ولازم اضغط كويس نشوف الجنب المليان اللي فيه واللي جنب المفروض. ثواني يا حموز، انا هخليك تحط دلوقتي. انا حمزه بيخليني ما بعرفش اصور فيديوهات بصراحه. بصوا اهو اضغط كده جامد. حاضر هخليك تحط. بصوا جامد كده. حط دلوقتي. استنى بس هخلص احط ده الاول واغرقها برده كده بقى سمنه كده من فوق. بصوا حاضر يا حموز، زي ما انتم شايفين كده. يا حبيبي ثانيه، وانزل بقى كده بالبطاطس بتاعتنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش محتاجه ان انا اتكلم، اكيد كل حاجه مفهومه وواضحه. هي فكره خطرت على بالي، اكيد 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 في ناس كتير بتعملها، بس انا ما عملتهاش بصراحه قبل كده عشان ما اكذبش عليكم. ولا حتى فكره ان انا اقطع الجلاش بالطريقه دي جربتها برضو قبل كده، برضو يعني الحاجه بتجيني كده وانا قاعده يعني.
مع الحاجه مش مستحمله ان احنا نرميها ونجيب غيرها يعني، فلازم يكون عندنا بديل لكل حاجه، او عندنا افكار في كل حاجه بايظه. ممكن بقى انت برضه لو هتعمليها باللحمه المفرومه او بالفراخ او سجق اي حشو عندك، وبرضه طلعتي صينيه لفه الجلاش ولقيتيها برضه مقطعه كده، برضه اعمليها زي ما انا عملتها كده وهتمشي معاكي وتبقى زي الفل ومش هتبان خالص. الحاجه لما بتستوي مش بتبان. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده؟ ثواني يا حنبوزه. زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهي اكيد واضحه. تمام. اعمل حاضر. عايز تحط؟ هخليك تحط. هعمل لها بقى هحط برضو ايه؟ كده؟ يا حبيبي هحط بقى. بصوا هحط برضو شويه زيتون كده يعني ايه؟ يغيروا. اتفضل. يلا احط شويه صغيرين برضو كده، مش هكتر. انتوا عارفين الزيتون دلوقتي بقى بكام؟ يعني لازم نراعي شويه الظروف اللي احنا فيها. مش بحب البذخ في كل حاجه اصلا يعني، بصراحه بحب كل حاجه ب 100 دولار. اهو كده تمام او كويس يعني، ايه المشكله يعني؟ اهي حط المعجن اهو. يلا ان شاء الله معانا حد حوش. ونقول بسم الله. عايز تحطي معايا؟ حطي معايا. يلا قول لهم انا بساعد ماما. قول لهم انا بساعد ماما بعمل معاها. علي صوتك عشان هم مش سامعينك، محدش سامعك. علي صوتك. بساعد ماما. بساعد؟ لا انت يا ريتك ما ساعدت يا ابني. بس خلاص. شكرا افضلك. بس خلاص يا حمزه. خلاص يا ولد. لا مفيش تاني. خلاص بس خلاص يا حمزه. خلاص يا حبيبي. خلاص خلصنا. بس بح اهو. بصوا اكبس برضو كده بايديا عشان كله يبقى متساوي. بصوا اهو. لازم اكبس بس جامد. خلاص يا حمزه بقى ما ترخمش. معلش. طب خلاص يا حبيبي. بس مفيش تاني؟ بس مفيش تاني. خلاص بقى. استنى. بس كده تمام. بس خلاص. لا ده هنرميه. ده هرميه. ده هرميه خلاص. بص شايف. بس خلاص. لسه في تاني. لا مفيش تاني. ما ده مش هحطه. بصوا يا جماعه شايفين الخناقه دي اهي. خد واحده اهي. اسكت بقى. واحده كبيره اهي. حاضر يا حنبوزو. بعد ما خلصتها كده حابب بقى اجي في طبق احط كوبايه لبن كده، وبضايه يعني. والله الواحد صارف ومكلف يا جدعان يعني. يا حمزه ده كده رشه فلفل اسود ورشه بص تسيب كده. يا حمزه بيقعد معايا في المطبخ بيرخمني، بيخليني مش عارفه اعمل حاجه منه. رشه ملح كده برضو بسيطه. لا خلاص مش كل حاجه انت هتحطها. بس استنى ونخلطهم كده كويس قوي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسقي بقى كده الخليط ده كله كده. زي الفل. بصوا همشي برضو كده عشان لو في حته مش مسقيه كويس تتسقي. بصوا اهو لازم مسقيها كده كويس. اميل كده يمين وشمال عشان كل حته ما فيهاش يكون ايه فيها. بصوا يلا ادخلها بقى الفرن.
بقى الجمال والحلاوة. بصوا تحفة. حمرت كده جنبها محمرة شوية سلطة وزي الفل. يلا متنسناش بقى في اللايك والاشتراك وفعلا مجرد انكم تدخلوا عشان تسيبوا وكومنت حلو كده. واشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في فيديو جديد. والسلام عليكم.